أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو 102 FM. معاكم مروة صالح في عيد العمال. حيوا العمل، ملناش خلاص غير نبقى صف بنشتغل، ولا يوم هنيأس أو نسلم للكسل. حيوا العمل، حيوا العمل. كل عام وعمالي مصر بألف خير. حيوا العمل، طول ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل، ونلاقي حلم بلادنا بإيدينا اكتمل. حيوا العمل. بيحتفل العالم كله بعيد العمال، ويطلق عليه في بعض البلدان عيد العمل. 1 مايو هو يوم إحياء ذكرى نضال الحركة العمالية والعمال. البداية كانت مع قيام الثورة الصناعية في بريطانيا. حياة العامل كانت جحيم من العمل بيستمر من 10 إلى 18 ساعة عمل لمدة 6 أيام في الأسبوع. وانتشرت الآفات والأوبئة بين العمال، وظهرت حركة تسمى 8 ساعات يوميا، حركة اجتماعية كان هدفها تنظيم يوم العمل ومنع التجاوزات ضد العمال. وفي 1 مايو عام 1886 حدث إضراب في شيكاغو، وانطلقت مظاهرات تضم 80,000 شخص وسقط ضحايا. وفي عام 1889 قرر الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية إن 1 مايو هو يوم دعم العمال وإحياء ذكرى إضراب شيكاغو. وبعد 5 سنوات وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كليفلاند تشريع لجعل عيد العمال عطلة رسمية، واختارت كندا 1 مايو لعيد العمال. وفي الاتحاد السوفيتي اختاروا نفس اليوم اعتقادا منهم ان ده تشجيع للعمال في اوروبا والولايات المتحدة على الاتحاد ضد الرأسمالية. وفي ألمانيا بدأ الاحتفال ب1 مايو عيدا للعمال عام 1933، لكن مع تفكيك الاتحاد السوفيتي وسقوط الحكومات الشيوعية في أوروبا في أواخر القرن العشرين تراجعت أهمية احتفالات عيد العمال. ومع ذلك تم الاعتراف بيوم العمال في عشرات البلدان حول العالم، وما زلنا بنحتفل بعيد العمال كل عام في 1 مايو. كل عام ومصر وعمال مصر بألف خير. كنت معكم أنا مروة صالح على راديو 102 FM.